اول ما تشوف المنظر ده في البورصة اطلع اجري، سواء في البورصة او في الذهب او في سلعة او في اي حاجة فيها شراء وبيع. طالما بدأت الناس تقف طوابير علشان تروح تشتري حاجة، وده اللي حصل في الذهب وده فيديو حقيقي على فكرة، ده معناه ان وقت على الاقل التصحيح القوي قد اقترب. خلي بالك ان الفيديو ده نزل لما انا شفته، عملت الفيديو اللي انا عامله من كام يوم، يمكن من اسبوع، لما قلت لك خلي بالك قد يكون هناك، مش قصدي فقاعة، بس قد يكون هناك تصحيح وشيك للذهب. وحصل بعد الفيديو بيوم او يومين بالظبط، لان انا كنت اصلا الفيديو اللي عملته كان انسبايرد بالفيديو ده. مجرد ما انا شفت المنظر ده عرفت ان في خطر، وقمت عامل الفيديو اللي انا عامله لك على الذهب. وفعلا الذهب وقع حوالي 8 او 9%، مفيش يومين بعد ما انا نزلت الفيديو، بعد طبعا ما الفيديو ده نزل. قبل ما اخش في الموضوع، عايز بس افكرك ان احنا عندنا برامج تعليميه بتعلمك صح، سواء البورصه، سواء الذهب، سواء الحاجات اللي ليها علاقه بالحاجات المختلفه، الادوات المختلفه. هتبعت لنا على رقم الواتساب اللي موجود في الصفحه الرئيسيه في القناه، هنعلمك حتى لو انت جاي من تحت الصفر ما تعرفش حاجه، او بقالك 20 سنه بس بتعمل نتائج وحشه. طيب، في علامات كتيره للفقاعات، وخلي بالك انا في الفيديو ده هستخدم كلمه فقاعه، لكن انا مش قصدي ان الذهب فيه فقاعه. الذهب انا ما زلت شايف انه على المدى الطويل هو شيء جيد، هو مش شيء وحش على المدى الطويل، بتكلم على المدى الطويل. لكن فقاعه مش معناها، يعني قصدي انا في الفيديو ده مش معناها ان حاجه هتنهار، ولكن معناها على الاقل ان حاجه ممكن تكون بلغت شويه في الصعود ولازم هتصحح تصحيح مباشر. في علامات كتيره للفقاعه، وهي مش واحد زائد واحد يساوي اتنين، واحيانا هتلاقي كذا علامه للفقاعه ومش هيحصل فقاعه، واحيانا هتلاقي مفيش غير علامتين ثلاثه وبرضه ممكن يكون يحصل فقاعه. لكن بمنتهى البساطه كده، اول لما تلاقي كل الناس الحابل والنابل، واللي انا مش قصدي حاجه، قصدي الناس اللي عمرها ما دخلت في حاجه او اللي عمرها ما كان اهتمامها حاجه، فجاه بقيت تسمع كل مكان تروح وتنزل الشارع تلاقي ناس بتتكلم على الدهب، تروح تقعد على القهوه تلاقي ناس وراك بتتكلم على الدهب، تركب مش عارف مين مع مين المواصلات تلاقي ناس جنبك بتتكلم على الدهب. اول ما تلاقي الوضع ده معناه ان في حاجات الاتيه بدات تحصل. ده رقم واحد. تقريبا المشتريين بداوا يخلصوا، بمعنى كل اللي قرر يشتري او كل اللي ناوي يشتري هو اشترى خلاص، فما فيش مشتري، مين اللي هيشتري بعد كده؟ فالحاجه ممكن تقع. رقم اتنين، الهواة دخلوا، ولما الهواة بيدخلوا الفولاتيليتي بتعلى جدا، بمعنى ان التباين بيعلى جدا، والتصحيح العنيف ممكن يحصل في اي لحظه، والناس دي بتبقى لسه جديده فقلبه ضعيف، فممكن يلاقي هوبا ايه ده نزل 2%، نهار ابيض، يقوم رامي، يقوم كلهم رامين مع ورا بعض، يعملوا بانيك سيلينج، تلاقي الدنيا كلها بتنزل، وتلاقي مثلا نزلنا لنا نسبه مئويه كبيره في يومين ثلاثه. رقم ثلاثة، ان دي احيانا بتكون من العلامات ان هذا الشيء بدأ يصبح اوفر فاليود، وان الناس بدأت تشتري مع الهايب ومع حاجة بيسموها الفومو، فير اوف ميسنج اوت، ترجمة يعني العربية مش الحرفية، اللي هو الخوف ان انا ما بقاش معاهم. عارف انت لما اصحابك يبقوا رايحين خارجين خروجه وانت ما خرجتش معاهم، بس انت عايز تروح عشان ما يبقاش اسمك اتثبت في البيت، وخايف تشوف الصور ينزلوها وهم بيتفسحوا، لا يا عم انا هاجي معاك وخلاص زي ما تيجي تيجي. نفس القصة الفومو ده لما بيدخل الناس في الحاجات، تلاقي ان الحاجات بدأت تبقى الفالويشنز بتاعتها بتطلع شوية. برضو بكرر مره ثانيه عشان ما نبقاش بنضلل الناس، انا متفائل باتجاه الذهب على المدى الطويل، لكن طبعا اللي حصل ده كان نتيجه طبيعيه جدا للتكالب الرهيب والطريقه العشوائيه، او يعني الطريقه اللي هي مش عشوائيه، اللي هي الطريقه اللي بتحصل كل مره قبل كل وقوع، او قبل كل بابل، او قبل بابل يعني، او قبل كل تصحيحات كبيره، بلاش نسميها بابل يعني. عايز تتعلم بورصه صح؟ عندك رقم واتساب في الصفحه الرئيسيه في القناه فوق.